يعني تصريحات محترمه من لاعب محترم. راجل محترم، هو لعيب محترم عمل ماتش كويس قوي. ومن ايام ما كان في بتروجيت من احسن لعيبه واللي مهضوم حقه في مصر هنا على المستوى الاعلامي، لانه طبعا لعيب من اللعيبه اللي ممكن تلعب في منتخب مصر مرتاح جدا. اولا القوه الجسمانيه اللي موجوده عنده، اولا وثانيا المجهود البدني اللي موجود عنده، ثالثا انه اللاعب ممكن يلعب في اماكن كتيره جدا في نص الملعب. عشان كده اعتقد ان شعبان تواجده في انبي وفي بتروجيت، لو متواجد في النادي الاهلي او في الزمالك يبقى من الناس اللي موجوده رقم 1 في منتخب مصر. ودي برضه يعني من الاخطاء اللي كانت موجوده في الاختيارات في بعض الاوقات. قطعت كلامك انا في كانت نسيت يا كابتن، نسيت. لا كنت قلت لك ليه تغير اداء، قلت لي الحاجه الاولى كانت صالح جمعه على حساب بالظبط. اول تبديل يا كابتن هو تعديل الطريقه اللي عمله كابتن حسام بطريقه 4-4-2، ويمكن خلى صالح جمعه يشتغل اكتر على عبد الشافي، بالاضافه ان هو حته الهجمه المرتده واشتغل كويس جدا. كان يبقى ثالث موجود مع ديفوني ومع احمد عبد الظاهر. تاكلين كابتن خالد اخر مره معلش مع الكابتن احمد رؤوف ما خلصتهاش على فكره مع كابتن احمد واضح ان هو بيحتفل بالفوز. لا هو عايز الكابتن خالد يتكلم. لا في اوضه اللبس، في اوضه اللبس هو عايز الكابتن خالد يتكلم برضه. انا هرجع شريط ولا اتكلم خلاص؟ النقطه الثانيه ده بخش عليها. طيب خلصنا من صالح جمعه. التنظيم الدفاعي اللي كان متواجد حتى في الشوط الثاني، ارجع للهدف بتاع الزمالك جاي من خطا دفاعي. تنظيم في كل خطوط الملعب، خطا دفاعي جاي من اسامه رجب فقط لا غير، وده خطا فردي مش خطا في الكتله الدفاعيه بتاعت اللي هي انبي في نص الملعب او في خط الدفاع، لا ده خطا فردي. واعتقد ان دي برده من الامور الجيده جدا بالنسبه لنادي انبي. اللعب بصالح جمعه كورقه رابحه بعيد عن اعين لعيبه نادي الزمالك في نص الملعب، ده برده كان احد الامور الجيده. الخلل اللي كان موجود بالنسبه لنادي الزمالك في نص الملعب مش قادر يتعامل معاه بشكل كويس جدا، لان طبعا نادي الزمالك بدا المساحات بعد خروج التوفيق، كان مساحات كتيره جدا موجوده في نص الملعب. الادوار المتشابهه اللي قال عليها كابتن زيزو بتاعت اليكسيس موندومو، بتاعت نور السيد، اثرت كتير جدا على وضعيه المباراه. الزمالك بيهاجم بعشوائيه غريبه جدا لم اراها من بدايه السيزون، العشوائيه في تواجد قله قليله من اللاعبين المهاجمين، ويمكن لعيبه نص الملعب موجودين بس في اخطاء وفي فراغات موجوده في خط نص في الثلث الاخير بشكل كبير جدا، دون الاعتماد على لاعبين معينين يقعدوا زي مثلا اليكسيس موندوما ونور السيد يعملوا الهجمه المرتده. بالاضافه ان الكابتن حسام بدر لعب في بعض قبل ما يخرج ديفوني كان بيلعب بثلاث رؤوس حربه، ديفوني مع رؤوف مع عبد الظاهر، دي عملت كثافه هجوميه عاليه جدا لنادي انبي على نادي الزمالك، صعبت مقابله نادي الزمالك. الزمالك في بعض الامور كان بيلعب بدون طريقه، يعني انت ما تحسش نادي الزمالك كان بيلعب براس حربه ولا راس حربه، بيلعب بثلاثه تحت راس الحربه، بيلعب باثنين تحت راس الحربه. انا 1-0 على الجابون. حسين خرجه الهدف الاول. لا بس هدف جامد. انا ما شفتوش. محمد ناصف في انبي تقييمه، محمد ناصف واحد من اللاعبين يا اما مانو يا اما عمرو فهيم في وجهه نظرك، واحد عايز واحد من لعيبه خط المنتصف محمد صبحي او محمد شعبان، وناخد احمد عبد الظاهر. يعني ناصف اشتغل دفاعيا كويس جدا، ناصف قدم النهارده مباراه على المستوى الدفاعي بشكل رائع، يعني ما كانش منه مطلوب نواحي هجوميه، اللي كان عليه جبهه كويسه جدا، جبهه شيكابالا، وشيكابالا عشان توقفه محتاج الاثنين لعيبه مش لاعب واحد، واعتقد ان محمد ناصف ادى الدور بشكل ممتاز، ومن افضل المباريات على المستوى الدفاعي لمحمد ناصف. في المستوى الهجومي يمكن اديله 1 من 10 و2 من 10، ما اشتغلش كتير جدا الهجوم، كان سايب بس الشغل الديفونيه او عادل مصطفى لما نزل. فناصف هديله دفاعيا اديله 7 من 10 لانه كانت جبهه كويسه جدا في الناحيه الدفاعيه. تمام. انت عمرو فهيم ومانو؟ عمرو فهيم ومانو الكره او الاثنين مع بعض، يعني عمرو فهيم ومانو كره واحده بس، الكره اللي عدت بتاعت شيكابالا، بس برضه المهاره الفرديه بتاعت شيكابالا، ولكن كان تنظيم دفاع من الاربعه بنص الملعب، تنظيم دفاع من الاربعه بتاع خط الدفاع، وكل الكرات العاليه والرقابه والالتحام وعدم ارتكاب الاخطاء المؤثره زي فاولات او كلام من ده، انا اديهم 8 من 10. يمكن بيلعبوا برضه على لعيبه امكانيات عاليه جدا زي شيكابالا وزي رزاق وزي جعفر وزي محمد ابراهيم، كل اللعيبه ده عندها امكانيات فنيه عاليه جدا. مين تاني؟ ادي خط وسط انبي كله 3. بس انت كده نسيت اسامه راجل حرام يعني. ما انا خط الدفاع كله، اديت المتوسط خط الدفاع كله 8 من 10 و7 ونص من 10. اصل كابتن خالد انا اخترت في الزمالك لان دول اللي بيصنعوا الفارق، شيكابالا ورزاق، ودول اللي بيصنعوا فارق كبير في اي فرقه بيلعبوا فيها. لكن بالنسبه للانبي وطبعا مع احترامي لكل لعيبه انبي، الخط كله هو بيكون الانسجام والترابط ما بين الخطوط. هو دي الميزه والقيمه اللي اتكلمنا عليها قبل الاستوديو، قلنا ان الكابتن حسام لما جه يطور في التنظيم الدفاعي بتاع نادي انبي من تحت بالاربع لاعبين ثابتين المستوى. صحيح ما عندوش بدلاء زي ما سالت السؤال قلت له على باك رايت وباك ليفت، دي هتبقى مشكله للكابتن حسام في الفتره الجايه، زي ما استعنش بباك ليفت وباك رايت مع الفتره مع اسامه وناصف، وكمان اللي هو التنظيم اللي معمول من نص الملعب. والتنظيم لما بيكون عندك تنظيم جيد جدا من نص الملعب بيريح كتير خط الدفاع، لان بيبقى الادوار كلها معروفه، لكل لاعب له دور معين بيأديه على اكمل وجه. الخطا والخلل بيبقى خلل فردي وخطا فردي، لو عندك مجموعه بتقدر تغطي الخطا الفردي، على عكس الخطا اللي عمله اسامه راجب النهارده، كان ممكن خطا يعني كان ممكن ما يجيش، ويمكن الخطا الوحيد في المباراه. بتتكلم على شعبان وعلى العشري وصبحي خط الوسط.
والله بص يعني انا هدي شعبان هديله 9 من 10 بصراحه. انا في رايي نجم المباراه. نجم المباراه لانه اتحرك في كل مكان في نص الملعب، اذا كان على الطرف اليمين او الطرف الشمال او كلاعب ارتكاز صريح جوه نص الملعب. والعشري وصبحي الاثنين ممتازين جدا في الادوار الدفاعيه، ما حسيتش بيهم في النواحي الهجوميه. يمكن شعبان اللي كان بيزيد شويه وساعات عشري، لكن صبحي محمد صبحي على الرغم من صغر سنه ولكن اكتسب خبرات عاليه جدا في الفتره الاخيره، يعني بيدل انه لاعب ممكن يلعب في كل مكان في نص الملعب، ودي امكانيات عاليه جدا. وقت لسه كابتن لسه هتحلل الاهداف يعني شيكابالا ورزاق صلاح سليمان محمد عبد الشافي ده في الزمالك. محمد عبد الشافي على دورين، على الشوط الاول الشوط كان ممتاز جدا الشوط الاول، الشوط الثاني طبعا اختلفت الادوار بنزول صالح جمعه فاثر كتير جدا عليهم في الناحيه الهجوميه، فيمكن محمد عبد الشافي انا شايف انه افضلهم. شيكابالا من اسوء. كام من 10 يعني؟ ممكن اديله 6 من 10 عبد الشافي. ماشي. شيكابالا ما اديلوش اكتر من 4 من 10 النهارده، لانه ما فيش اي دور لا في الكرات الثابته ولا في صناعه اللعب، ويمكن ارضيه الملعب ما ساعدوش، ويمكن برضه انا ما عجبنيش في شيكابالا النهارده لعيب كبير طبعا. الاعتراض الكبير او تهيج الجمهور بالنسبه للحكم ياسر عبد الرؤوف، وانا مش عارف، انا مش شايف ان الحقيقه ياسر عبد الرؤوف اخطا النهارده، قدم مباراه من اجمل المباريات اللي عملها ياسر عبد الرؤوف، انا في رايي الشخصي ادى اداء رائع واداء ممتاز. في الاعتراض الكتير جدا، عشان كده ادي شيكابالا 4 من 10. لم تستفد منه فرقه نادي الزمالك النهارده زي في كل مباراه سابقه. وهل ده بقى يدينا لسؤال ثاني يا كابتن اساله لك انا واساله كابتن زيزو، هل فعلا الزمالك اعتمد على شيكابالا فقط لا غير؟ السؤال ده سالته حضرتك وقلت لكم شيكابالا وطلع ياثر بكام نادي الزمالك انت الكلام الاسبوع ده اللي فات انا الزمالك ياثر بالسين هيبقى لنا اسبوعين ما عملناش. لا الاستوديو اللي فات انا افتكر يا كابتن اللي قبل اللي فات يمثل كام نسبه كام في المية في نادي الزمالك؟ انا قلت لك 60% بالظبط. الزمالك كابتن خالد انا افتكر كويس. صلاح سليمان ورزاق. ايه؟ صلاح سليمان ورزاق. رزاق برضه قليل جدا، قليل لانه كان اصطدم بتنظيم دفاعي عالي من خط الدفاع قوي جدا، وقلبين دفاع ممتازين اذا كان مانو وعمرو فايق. اصطدم بثلاثي وسط ملعب ممتازين، شعبان والعاشر وصبحي، عشان كده كان بيتواجد لوحده بشكل كبير جدا او لوحده بين اكتر من 5-6 لعيبه، وكان محتاج مساعده من احمد جعفر. حاول واجتهد بس ما اضافش الكتير جدا، وما بنتش بصمه رزاق النهارده ولا الامكانيات الفنيه العاليه جدا بتاعت رزاق، فبرضه ممكن اديله 4 من 10. 4. صلاح؟ اشمعنى صلاح سليمان اخترته يعني؟ اخترته من هاني سعيد وصلاح سليمان. يعني انا مش شايف، بقول لك كابتن مش شايف النهارده الاخطاء كتيره بتاعت قلبين الدفاع، انا شايف ان هي اخطاء وسط ملعب كتير جدا، وسط ملعب نادي الزمالك اللي كان سيء جدا النهارده في النواحي الدفاعيه وفي حته تامين الدفاع على قلبين الدفاع. خلاص بلاش صلاح. احمد سمير؟ لا برضه اديله 4 من 10، ما اشتغلش هجوميا كويس. نعم خالص يعني. على فكره يمكن انا عجبني برضه كابتن حسام بدري في حاجه كابتن، انه بعد التغييره بتاع الديفونيه ونزل عادل مصطفى، يعني هو كان يعني غير من التكتيك بتاعه بشكل معين. عندما يفوز انبي على الزمالك في كاس مصر يعني ساءت النتائج بالنسبه لفريق نادي انبي، وعاده اللاعب المصري عندما يؤدي في مباراه يتراخى في المباراه الاخرى. لا كابتن حسام بدري يعني ناشف شويه، بيعرف يتعامل مع لعيبه كويس، ودي امور جيده بانت في نتائج نادي انبي الفتره الاخيره، ويمكن انا من علاقاتي بلعيبه انبي اعرف ان هم يعني مركزين كويس جدا مع كابتن حسام، وفي شغل معمول بشكل كويس في الفتره اللي فاتت ديت، وما يتاثروش بفوز على الزمالك. وواضح كمان من سير نتائجهم، يعني خساره المصري كانت ممكن تاثر من ماتش الزمالك النهارده، نسيوا تمام ماتش المصري، وبعد كده بدأوا مع الزمالك النهارده عندهم المباراه الجايه، ممكن كمان تلاقي نادي انبي بفضل احسن بشكل احسن بكتير جدا، عشان كده اعتقد ان الامور مش هتختلف كتير، نادي انبي ماشي بمستوى سليم، بس لازم يعمل زي ما اتكلمنا كابتن تامر حته اللي هي سد النواقص اللي موجوده عنده، او بعض الغيابات اللي ممكن تتم او تحصل على الاطراف اذا كان يمين او شمال، حتى المساك برضه صعبه جدا عند نادي انبي. هديك بس معلومه ان اجمالي التمريرات لنادي الزمالك ونادي انبي، الزمالك عمل 454 تمريره في كل مبارياته، لو انت هتتكلم على 80% منهم صحيح. النهارده اقل المباريات تمرير، اقل مباريات تمرير هتلاقي نادي الزمالك النهارده عمل تمريرات قليله جدا نظرا للكثافه او تنظيم الدفاع اللي كان موجود فيه. نادي انبي من الفرق اللي عامله من يوم ما مسك كابتن حسام 422 تمريره، يعني معدل 73% تمرير، معدل سليم وصحيح، وده لوحده جاي برده من حته التنظيم، وجاي من الاداء والشكل العام اللي كان عامله